السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله أعمل لكم سلطة خضراء بالبيض المسلوق. نشوف مكوناتها ومقاديرها. عندي أول حاجة فلفل رومي ملون أحمر وأصفر وأخضر، أغسله وأشيل البذر واللب الأبيض وأقطعه إلى مربعات صغيرة. عندي حبة طماطم جامدة حمراء، أغسلها وأقطعها إلى مكعبات صغيرة. عندي كمان خيار، أغسله وأقطعه إلى شرايح أو دوائر رفيعة. وعندي حبة جزر أقشرها وأقطعها كمان إلى شرايح رفيعة. وعندي حبتين خس هذا الأمريكي، وعلبة جبنة كرفت أقطعها إلى مكعبات. وعندي كمان جبنة بيضة أقطعها إلى مكعبات، يعني تكون الجبنة البيضة جامدة. وعندي حبتين بيضة مسلوقة أقشرها وبعدين أقطعها إلى حلقات. عندي كمان زيتون أخضر وزيتون أسود، ملعقتين على حسب أو كم حبة بتكون بدون بذر. عندي ملعقتين زيت زيتون وملعقة عصير ليمون وربع ملعقة صغيرة ملح أو حسب الرغبة. دحين أنا قطعت كل الخضار، يعني سهل علي بس أحطها في الزبدية وأقلبها وأقدمها. نشوف كيف الطريقة. هنا أحط الفلفل الملون والطماطم والجزر والخيار. هنا حطيت الخضار كلها مع الخيار والطماطم والهادي، وحطيت الخس وحطيت البقدونس. اجي احط هنا الجبنة الكرفت هذه، بسم الله. واحط كمان الجبنة البيضة، واحط الزيتون الاخضر والاسود، وارش الملح. وبعدين احط الليمون، عصرة ليمونة أو ملعقة ليمون. وبعدين أحط الزيت الزيتون وأقلب الجميع، وأخلي البيض أفضل بيكون على الوجه علشان لا يتهرس ويتهرس الصفار وبعدين يطلع شكله ما هو حلو. نشوف كيف تقليبها وتقديمها. كده السلطة الخضراء بالبيض المسلوق انتهت والحمد لله. شوفي ما شاء الله كيف من تحت الخضار كلها مقطعة إلى قطع صغيرة بهذا الشكل وبهذا الوضع. وهنا كمان البيض المسلوق، ما شاء الله لذيذة جدا ومفيدة من جميع الخضار اللي حطيتها فيها. وإن شاء الله تنال رضاكم وبالعافية علينا وعليكم.